يوافق يوم الجمعة. وهذا لا يدخل في النهي الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، كما في قوله لا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، لأن من سيصوم الجمعة منفردا إنما يقصد بذلك عاشوراء، ولا يقصد تخصيص الجمعة لكونه يوم جمعة، إنما يخصصه بالصوم لكونه عاشوراء، وهذا لا بأس به، كما لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة وصام يوم عرفة لكونه يوم عرفة وليس لكونه جمعة فلا بأس بذلك. وكما لو كان على الإنسان أيام قضاء من رمضان والإجازة عنده يوم الجمعة ولا يتيسر له أن يصوم إلا يوم الجمعة فلا بأس، لأنه إنما صام يوم الجمعة لا لكونه يوم الجمعة وإنما لكونه وقت إجازة، وهو اليوم الذي يتيسر له فيه الصيام. فالمنهي عنه تخصيص يوم الجمعة بالصيام لكونه يوم جمعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين سائر الأيام. فتأمل قوله لا تخصوا،